عملنا احلى انشوجه، حاجه تحفه هتعجبكم ان شاء الله. وكمان ازاي لو عندك سردين حادق وعايزه تحوليه لانشوجه، تعالى اقول لك هتعملي ايه. بس ما تنسينيش في اللايك واشتراك القناه وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وتعالوا طبعا انا بعمل ايه دلوقتي. انا الحقيقة مخللة سردين، هخلله معاكم دلوقتي برضو علشان تشوفوه بيتخلل ازاي. هحول السردين بتاع البلد الصغير ده لانشوجة. طب ازاي الانشوجة؟ الانشوجة ما بتبقاش حادقة قوي. هقول لكم دلوقتي ازاي نسحب الملح من السردين بعد ما يتخلل ونعمله زي الانشوجة بالظبط. يلا بينا نشوف الاول السردين هيتخلل ازاي، وبعد كده نرجع بقى نكمل الفيديو بتاعنا ونشوف ازاي هنحوله لانشوجة. بس كده دلوقتي بعد ما حطيت بقى وقلبت الشطه والملح كويس قوي بايدي بقى كده، هروح رشه ملح الاول في العلبه دي لبستها 3 اكياس يا جماعه. خلاص هرش رشه حلوه كده وما بياخدش وقت السردين. عارف لما يبقى صغير عن ده، عن اللي انا بعمله ده بياخد زي تقريبا 3 ايام. لكن اللي هو الكبير ده كده، كبير بالمنظر ده بياخد له، بصوا حاولوا تخليها الواحده في بطن التانيه كده اهو. اللي زي ده كده بياخد له اسبوع بالظبط. انا هفتحه معاكم برضو، مش يعني هخلص اهو. هرص بس الرقه الاولى دي دلوقتي. بعد ما رصينا الرق الاول بالمنظر ده كده بكبشه ايديا كده، وباخد شويه ملح بالمنظر ده كده يا دوبك يغطيه كله. وهروح لفه رصه بقى الرق التاني، الراس عكس التانيه، يبقى دي ديلها على راسها، ديلها على راسها بالمنظر ده كده اهو. خلاص خلينا بقى السردين وسبناه كده يقعد من اسبوع ل10 ايام. طبعا زي ما انتم شايفين انا مخلله نوعين سردين. انا عايزه اقول لكم، اول ما تلاقوا النوع ده عشان تعملي انشوجه، هو النوع ده اللي بيتعمل بيه الانشوجه اصلا، بس مش متوفر، مش موجود على طول، يعني مش ممكن ما تلاقوش في الاسواق على طول. فبضطر اجيب اللي هو السردينه البلدي اللي هي زي دي كده، السردين البلدي العادي. لكن الحقيقه اللي بيتعمل انشوجه هي السمكه دي. السمكه دي طيب اللي هي بصي بعد ما نخليها، بصوا اهي الانشوجه انشوجه، يعني هي دي سمكه الانشوجه اساسا اهي. طبعا خليناها بالملح عادي خالص، علشان انا مش بحب اللي هو يتعمل في ليمون وخل، بيبقى لونها بيضه كده. يعني في ناس بتخلله بالليمون والخل وبعد كده يطلعوه يحطوا عليه اللهم صل على النبي. انا عايزاكم تركزوا برده معايا وانا بتكلم في طريقه التنظيف. خلاص في ناس بتروح عاملاه في خل وليمون، فلون السمكه بيبقى ابيض. انا مش بحب الحقيقه لون السمكه تبيض خالص، عشان كده بخلله بالطريقه العاديه خالص. بصوا اقسموها نصين كده اهو. تعالوا كده من ورا كده، بروح شاده الجلده اللي هي دي اهي. بصوا المنظر، هي طعمها على كده خلاص انشوجه، بس انا عايزه اسحب منها الملح شويه. خلاص فلو لقيتوا السمكه دي يا ريت، احلى من اللي هي السردينه البلدي العاديه. خلاص نضفتها بقى وخليتها ونضفتها بالشكل ده كده زي ما بوريكم معايا كده اهي. زي ما قلت لكم السمكه دي ساعات يعني مش بتبقى موجوده في السوق، بس هي بتبقى موجوده بس مش على طول. لو لقيتوها هاتوها بقى واعملوا الطريقه اللي بقول لكم عليها ديت، الانشوجه اللي بتتباع غاليه خالص في المحلات. بس بصراحه مش عايزه اقول لكم والله العظيم طعمها احلى كمان من اللي بنجيبها في العلب، احلى واحلى. يعني هي دلوقتي حادقه قوي طبعا علشان الملح اللي انا حطيته عليه. طب هنسحب الملح منها ازاي؟ هنضفها كلها واقول لكم هنسحب الملح ازاي. احنا بقى السردين بتاعنا كله طبعا ده البلدي، وده اللي هو اساسا بيتعمل منه الانشوجه اللي هو اللون ده. خلاص عايزه اوريه لكم، انا سبت لكم واحده برضو عشان تركزوا معايا. بس لو مش بنلاقيه على طول بنضطر بقى نعمل اللي هو السردين ده. لكن ده طبعا هو اساس الانشوجه اللي هي السمكه دي. خلاص نضفتها بقى بالشكل ده، عايزه اوريها لكم اهي. طبعا علشان يبقى طعمه مظبوط ولونه مظبوط بالشكل ده، لازم يتخلل في ملح مظبوط زي ما وريتكم كده في اول الفيديو التخليل بتاعه. بعد ما يتخلل عايزين بقى ما نخلوش حادق قوي بقى عشان الضغط، وعشان اصلا الانشوجه ما تبقاش حادقه قوي. هي بيبقى فيها نسبه حدوقه بس مش قوي. خلاص هعمل ايه بقى؟ البرطمان اللي احنا خلينا فيه السردين بتاعنا في حبه ميه صغيرين اهو. هعمل فيهم ايه بقى دول؟ علشان انا عايزه السردين بتاعي طعمه اسحب منه الملوحه شويه. باجي في البرطمان بتاعي كده اهو، في شويه ميه صغيرين. عندي كوبايه ميه مغليه، ميه من الفلتر مغليه وبارده تماما فيهاش اي حاجه. هروح حاطه الميه على الميه بتاعت السردين اللي خللت بيها. خلاص الكوبايه كده. طبعا ممكن احط شويه كمان لان هحط في علبتين. هروح اجيب شويه ميه مغليين باردين كمان وارجع تاني معاكم. خلاص كده
الميه بقى حطينا شويه ميه كمان علشان الميه تكفي لما اجي احط في البرد. طبعا دي ميه ما فيهاش ملح خالص، وده في الميه اللي احنا خلينا بيه. هندوق الملح بتاعنا، يعني هندوق الميه بتاعتنا كده ملحها مظبوط قوي، مش كده. حتى ما زودنا الميه ظبطنا بقى الملح بتاعها، بقت دلعه يعني شويه مع السردين حادق، يوم يسحب بقى من الحدوقيه شويه. هنزل بمعلقه مليانه من البابريكا على الميه. طب ليه الحركه دي؟ انا مش بحب الحقيقه احس ان انا يعني الانشوجه لما بنجيبها بيبقى لونها محمر حلو كده، لكن اللي انا بشوفه الحقيقه الايام دي واللي بيعملوه الايام ده بالخل والليمون لونه لون الفراخ، يعني مش شكل السردين ولا شكل سمك اصلا، لونه بيبقى فاتح قوي. مع احترامي لاي حد بيعمل اي حاجه، بس انا بقول لكم تجربتي انا. هقلب بقى البابريكا مع الميه اللي هي ميه السردين. ميه السردين ديت مع الميه العاديه اللي احنا لسه حاطينها عشان نسحب الملوحه من السردين. خلاص قلبناها كويس قوي. بصوا الميه بقت حمرا ازاي عشان تحافظ على لون السردين. هجيب العلب بتاعتي اللي هنحط فيها كده، انا عندي نوعين فهحط في علبتين. هنزل بشويه ميه هنا، الكميه اللي هي دي اللي هي السردين ده اقل من الكميه ده، فهحط كميه اكبر من كميه وافضي بقيه الميه التانيه هنا. خلاص هاخد بقى بالشوكه كده اهو، وهنزل باللي هو الايه البساريه بتاعتي اللي هي اللهم صل على النبي، مش بساريه، اللي هو السردين الانشوج اهو بالمنظر ده. الميه الحمراء دي عشان تحافظ على لونه، يعني حاطه بابريكا عشان يحافظ على لونه. هنزل بالكميه بتاعتي كلها كده. فضينا بقى اللي هي متقطعه انشوجه دي كده في الميه كده على جنب، واللي هو السردين اللي بديل بقى لو ما لقيناش السمكه دي اهو في الميه برده عشان يسحب الملوحه شويه. طيب هنسيبه في الميه دي قد ايه؟ لو انت من الاول حاطه ملح قليل هتسيبيه يعني زي ساعتين 3، لكن لو زي حالتي كده سبته يعني حاطه ملح، انا بحب اخليه في ملح كتير وبعد كده اسحب الملح منه براحته عشان طعمه وريحته ما يبقاش وحش، لان قله الملح بتخليه يبوظ، وممكن لا قدر الله ممكن يعني يحصل فيه حاجه مش عايزه اقول يعني، وبيخلي ريحته كمان مغيره وحشه قوي لو حطيتي ملح قليل. فانا هحط العلبتين دول في التلاجة لتاني يوم، يعني يباتوا ليله كامله في التلاجة، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه تاني. سبت بقى السردين بتاعي بات ليله كامله. خلاص كده عايزه بقى اتخلص من الميه الزياده اللي انا حطاها. بسم الله الرحمن الرحيم. احطه في المصفى كده واسيبه يتصفى من الميه تماما. صفيناه بقى من الميه تماما. هنا بقى نوع زيت نظيف، يعني زيت عباد الشمس ده اقوى حاجه علشان ما يبقاش ريحته مش حلوه، يعني لو زيت مش حلو هيبقى ريحته مش تمام. هنحط بقى الزيت كده نكمره كله، يعني نغطيه كله بالزيت اهو. والتاني كمان حاطين عليه اصلا الزيت اهو، مش هسيب ولا حته من غير زيت. وهعمل طبعا طعمه بقى دلع جدا، يعني مش دلع يعني الملح المظبوط ده. كمان لو عندك بقى سردين جاهز جايلك، يعني زياره بقى سردين، حد جايب لك سردين هديه، بيبقى حادق قوي، لازم في الاول يتملح كويس قوي علشان قله الملح بتبوظ السمك. خلاص اهو. طيب عايزين نخليه بقى بنكهات، يعني ممكن مثلا ده احط عليه بس الفلفل الاحمر ده كده، احنا بنحبه الصراحه حراق اهو بالشكل ده كده. اقطع كام قرن فلفل، في القرنين 3 كده، احط تحت كده انزله، لان اصلا لما يقعد في التلاجة شويه هيشرب من نكهه الفلفل. خلاص اهو بالشكل ده كده. الفلفل الاحمر بتاعنا كده. وممكن مثلا ده علشان طعمه ده طعمه اقوى بكتير ولحمه كتير عن ده، لكن السردين البلدي ده اللي هو البلدي ده مش عارفه اسمه موزه ولا ايه، هو تقريبا اسمه موزه، بيتباع عند الناس موزه يعني، تلاقيه ملفوف وكده. ممكن بقى ده نزود النكهه شويه، ممكن نحط عود كزبره اخضر او عود كرفس اللي يريحكم الطعم، النكهه اللي انتوا بتحبوها اللي هتحطيه هو هيشرب منه طعم وريحه. خلاص انا هحط عود بسيط قوي كده، كفايه قوي كده. وهحط عليه كمان فصين توم او فص واحد كفايه، مش هتفرق يعني كتير. بسم الله اهو. وهقطع كمان حته كده فلفل حراقه من اللي هي الفلفل ده حلو قوي، طعمه قوي جدا اهو.
خلاص كده ده بقى ايه، هياخد من طعم الكزبره والفلفل والثوم، وده احنا حابينه ان هو يكون ايه يعني حراق شويه. لو عايزه تزودي ممكن تحطي رشه شطه كمان. بس مش عايزه اقول لكم تحفه تحفه تحفه. ما تنسونيش في اللايك والدعاء الحلو، ولو مش مشتركين في القناه يا ريت تشتركوا. شكرا ليكم، السلام عليكم.